في يوليو سنة 1989 وفي وسط جبال كيشان كان في منشأة اعتقال سرية. المنشأة دي فيها فصل دراسي مكون من 40 طفل، والمدرس زي كل أسبوع بيعدي وبيفتش جيوبهم واحد واحد. وفي بنت صغيرة لقي معاها 5 حبات قمح بس. الحبوب دي كانت كفيلة إنها تنهي حياة البنت الصغيرة دي في نفس الليلة. المدرس اتجنن وأمرها تطلع قدام الفصل وخلاها تركع على أرضية خرسانة ناشفة، وبدأ يضربها بعصاية خشب على راسها، وزمايلها ال39 بيتفرجوا في صمت مرعب. والضرب استمر لحد ما البنت أغمى عليها، والأطفال شالوها ورجعوها البيت بتاعها. وفي نفس الليلة البنت الصغيرة دي ماتت. دي مش قصة خيالية، دي حقيقة الأطفال السجنة في واحد من أخطر معسكرات الموت في كوريا الشمالية، كامب 14. في البداية قبل ما نخش في تفاصيل الحلقة، ما تنسوش تدعمونا باللايك على الفيديو ده والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الحكايات الجديدة. السجن اللي قدامكم ده اسمه كوان ليسو، وهو منشأة اعتقال ضخمة ومخفية في جبال كيشان. والناس بتتسجن هنا بتهمة غريبة جدا، جريمة عملها أهلهم أو أجدادهم. والسجنة هنا بيجبروهم على العمل بظروف غير آدمية خالص. الغلطة الصغيرة ممكن تكلفك حياتك، والهروب حلم شبه مستحيل. ومحدش بيقدر يخرج من المكان ده غير أفراد بيتعدوا على صابع الإيد الواحدة، وحرفيا بيخاطروا بكل حاجة. والكامب ده النظام الكوري كان مخبيه بقاله عقود، بس بفضل شغل منظمات حقوق الإنسان وصور الأقمار الصناعية وشهادات الناجين هنقدر نبص جوه. وعشان نفهم المكان ده ليه يعتبر كابوس لكل اللي بيدخله، لازم نبدأ من قصة شين دونغ هيوك. شين كان من الطلاب اللي شافوا البنت وهي بتتعاقب عشان شوية حبوب في جيبها، وهو ما كانش عنده شك إنها تستاهل عقاب، بس عشان هي سرقت أكل وفي كامب 14 فالسرقة عقوبتها الموت. شين ما كانش يعرف أي حاجة تاني خارج السجن ده، وقواعده المعسكرية هي الحاجة الوحيدة اللي شافها بعينه طول عمره. شن اتولد في كامب 14، بس أبوه وأمه محبوش بعض ولا حتى اختاروا بعض. دول الحراس هم اللي خصصوهم لبعض، وأي علاقة حميمة ممنوعة تماما في كامب 14. عشان تخلف طفل لازم تحصل على ترقية، ودي بيدوها للي بيشتغلوا بضمير، والأهم اللي بيفتنوا على زمايلهم. ودي الطريقة الوحيدة اللي شن واخوه الكبير جم بيها للدنيا. شن واخوه ما كبروش كأي عيلة طبيعية، وأمه عمرها ما حكيت له أي حاجة عن الماضي، وما كانش عنده أي فكرة هم اتسجنوا هنا ليه. والبيت اللي كان عايش فيه شن مع أمه هو جزء من قرية نموذجية صغيرة، بيت مشترك مع 3 عائلات تانية بيناموا على الأرض، واللمبة بتشتغل ساعتين بس في اليوم. ما كانش في نظام سباكة أو مواسير توصل المية بشكل مستمر ومباشر، ومفيش أساس بالكاد يكون في أكل يكفي عشان ما يموتوش من الجوع. كامب 14 ده مساحته ضخمة، حوالي 153 كيلومتر مربع، يعني قد منهاتن تقريبا 3 مرات، ومتأمن بسلك شائك طوله 60 كيلومتر، وفي أبراج حراسة ونقط تفتيش، وبيستخدموا النهر والجبال كحاجز طبيعي ضخم عشان يمنعوا أي عملية هروب. وجوه الكامب ده في قرى ووحدات سكن وشغل زي مزارع ومناجم فحم وأماكن استغلال معادن تانية. والكامب ده كان عنده شبكة سكة حديد خاصة بيه، وبيولد كهربته بنفسه، وفي مدرسة كمان. بس المدرسة دي مش مكان للعلم، هي مجرد امتداد للسجن. المدرس اللي بيدرس لشين كل يوم مش مدرس عادي، ده في الأساس حارس لابس زي عسكري كامل، ودايما شايل سلاحه معاه في الفصل. والرسالة واضحة لكل طفل في الكامب: السلطة هنا عسكرية مش تعليمية، والمنهج الدراسي كله بيتلخص في حاجة واحدة بس: الطاعة المطلقة. والمدرس ده مهمته انه يغرس في الأطفال ان قواعد المعسكر هي القانون المقدس الوحيد، وان اي تفكير او تصرف يخالفها نهايته بتكون الموت. من الاخر كده هم بيدرسوا الطاعة مش اي حاجة تاني. وقواعد المعسكر كانوا 10، واي خرق بسيط ممكن يوصل للاعدام الفوري. شين كان حافظهم صم، ودول كانوا اهم القواعد. القاعدة الاولى: اي حد يشوف محاولة هروب وما يبلغش هيتضرب بالنار فورا. القاعدة الثالثة: أي حد هيسرق أو يخبي أي أكل هيتضرب بالنار فورا. القاعدة الخامسة: أي حد يخبي ممتلكات شخص هارب أو يتأمر معاه أو ما يبلغش عنه هيتضرب بالنار فورا. والحراس بينفذوا القواعد دي من غير أي رحمة. حتى بيئة العمل في كامب 14 كانت قصرية ومميتة. والدة شين زيها زي كل السجنة كانت بتشتغل في حقول الرز من 10 ل 15 ساعة شغل تقيل كل يوم. والحياة هنا كانت مربوطة بحاجة اسمها هدف الإنتاج. لو الأم دي حققت التارجت المطلوب منها كانت بتاخد كمية أكل بالعافية تكفي إنها ما تموتش ليلة كمان. لكن لو فشلت في تحقيق الهدف، ودي كانت القاعدة غالبا، بيتسحب منها جزء من الوجبة وبتشتغل عدد ساعات أكتر. وشين من وهو طفل حياته متقسمة بين الفصل الدراسي والشغل في منجم الفحم، والجوع دايما كان بينهش فيه، لدرجة انه كان بياكل حصة امه قبل ما ترجع من الشغل، وهي كانت بتضربه. بالنسبة له امه ما كانتش مصدر حب، كانت منافس في صراع البقاء على كل فتفوتة اكل. وكان المصدر الوحيد للحمة في كامب 14 الفيران، اللي شين هو وزمايله كانوا بيصطادوها عشان ياكلوها. وشين كان معتبر ان حياته دي طبيعية،
قصة شين مختلفة تماما عن شخص تاني اسمه كيم يونغ. كيم دخل كامب 14 وهو عنده 40 سنة بعد ما كان عايش في نعيم، ضابط عسكري كبير ونائب رئيس شركة. وهو ما دخلش الكامب عشان ارتكب جريمة، بس لأن أبوه وأمه هم اللي ارتكبوا جريمة. والعقاب ده في كوريا الشمالية اسمه يونجوا أو الذنب الارتباط. يعني ممكن النظام يعاقب 3 أجيال كاملة على أي جريمة عملها فرد واحد في العيلة. أبو كيم وأخوه اتهموا بالتجسس واتعدموا، وهو راح ملجأ باسم تاني، والموضوع ده فضل مستخبي أكتر من 40 سنة لحد ما حد اكتشف أصله الحقيقي. والخوف كان هو الأداة الأقوى في إيد الحراس. وفي الفترة اللي قضاها كيم في الكامب شاف بعينه إعدام 25 سجين. وكيم كان بيقضي معظم أيامه تحت الأرض في منجم الفحم. وفي يوم في حارس ضرب كيم بالبندقية على دماغه لحد ما اغمى عليه، وكعقاب خصم نص وجباته لمدة يومين كاملين. وبعد شهرين من العذاب المتواصل ده كيم قرر ينهي حياته وينتحر. طلع في مصعد المنجم لحد ارتفاع 600 متر وسحب دبوس الأمان عشان المصعد يقع بيه، لكن القدر كان ليه كلمة تانية. كيم نجا من الموت، وبدل ما يخلص من حياته لقي نفسه راجع تاني للعذاب اللي مفيش منه مهرب. ونرجع تاني لقصة شين دين غيوك. على سن 15 سنة شين كان عايش مع أبوه، وفي يوم وكمكافأة على سلوكه الكويس سمحوا له يروح ينام ليلة عند أمه. ولما وصل البيت هناك لقى أخوه الكبير موجود كمان. وفي نص الليل شين كان نايم وصحي على صوتهم، وأمه وأخوه كان بيتكلموا عن الهروب. غريزة شين الأولى اللي كان بيزرعها جواه كانت التبليغ والوشاية، وفعلا راح لصاحبه اللي نصحه يبلغ الحراس. وبالفعل راحوا هما الاتنين وبلغوا عن خطة الهروب بالكامل. والأصعب إن شين كمان مضى على بيان شرطة كاذب مكتوب فيه إن أمه وأخوه ارتكبوا جريمة قتل، والوثيقة دي كانت السبب المباشر في صدور أمر الإعدام. والحراس خدوا شين لموقع الإعدام عند النهر وسحبوا أمه وأخوه واتقتلوا قدام عينيه. في الفترة دي وتحديدا في سنة 1996 كيم يونغ بعد ما فشل في الانتحار اتنقل لكامب 18 اللي كان بالنسبة له جنة نسبيا. وهناك لقى أمه اللي عندها 70 سنة وشاف الحراس وهم بيضربوها، وأمه أصرت عليه يسيبها ويهرب حتى لو ده معناه إنها هتموت لوحدها. وفي يوم السجنة وهم بيشيلوا الفحم على القطر شافوا شوية حبوب قمح متناثرة في عربية القطر. السجنة اتجننوا لأن بالنسبة لهم شوية الحبوب دول كنز حرفيا. وكان مستغل الفوضى ولقى فتحة ضيقة تحت لوح معدني في عربية فحم واتزنق جواه. والقطر خرج من كامب 18 وكيم كان راكب معاه، وقدر يوصل محطة غوان الساعة 4 الفجر، وقدر يتسحب ويغير هدومه ونجح في رحلة صعبة فضلت شهور سافر من خلالها على الصين ومنغوليا لحد ما وصل كوريا الجنوبية. وعلى الجانب التاني شين حاول يهرب مرتين من تحت السلك، وفي المرتين اتمسك، وبعد المحاولة التانية رموه في مركز احتجاز خاص للتعذيب. وبعد 4 أسابيع من التعذيب المتواصل رموه في زنزانة ضلمة لمدة 6 شهور كاملة. وبعد ما طلع اشتغل في مصنع ملابس، وهناك قابل بارك يونغ. شين كان عارف انه خلاص على قائمة الإعدام، وبدأ يخطط مع بارك لآخر محاولة هروب. وفي يوم من الأيام كانوا بيقطعوا خشب جنب السور اللي ارتفاعه 3 متر وعليه سلك شائك كهربائي عالي الجهد، وبدأوا يلاحظوا إنه في فجوات طويلة بين دوريات الحرس. والخطة كانت إنهم يستنوا الغروب ويتسحبوا من تحت السلك. وبالفعل مع غروب الشمس شين وبارك جريوا ناحية السور، وبارك وصل السور قبله وحاول يدخل راسه بين أول سلكين، وبمجرد ما لمس السلك جسمه نشف من الكهرباء ومات في نفس اللحظة. لكن السلك السفلي اتنى من وزن بارك وعمل فتحة صغيرة، وشين بدأ يزحف فوق جثة بارك عشان يعدي، بس هو بيعدي رجليه لمست في سلك وبنطلونه اتحرق وجلده اتحرق من الكاحل للركبة، بس بطريقة ما نجح انه يعدي. وجثة بارك فضلت متعلقة على السلك، وشين فضل يجري ساعتين من غير ما يبص وراه لحد ما وصل للصين. وبعد سنتين تقريبا وصل لكوريا الجنوبية.